للمزيد من المتابعة ينضم إلينا خبير التنمية العقارية أستاذ مجدي منصور. أهلا بحضرتك. يا أهلا بيك يا فندم، مساء الخير. أهلا بحضرتك. الإجراءات الجديدة أكد وزير العدل أنها تهدف إلى مواجهة وقائع البيع غير القانوني للعقارات للأجانب بالعملة الأجنبية وعدم تحويل العملة للجهاز المصرفي. ما هي أبعاد هذه الظاهرة؟ طبعا يا فندم ده يعتبر إجراء سليم جدا، ويمكن هو بيتخذه علشان ما يحصلش تاني تلاعب في سوق المال، بخصوص طبعا انت عارفه الفتره اللي فاتت كان في ناس كتير تعتبر بتضارب في العمله، فاحنا بنحاول نسيطر على النقط ديت، خصوصا ان الشراء من الخارج هيساعد جدا 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 في ترويج الاسكان في مصر او المشاريع العقاريه اللي موجوده في مصر. تصدير العقار هو يعتبر من اميز النقط اللي اتخذتها الحكومه مؤخرا بتفيد الدوله بالمال اللي هيبدا نحصل عليه، بس بطرق قانونيه وشرعيه لما تبدا الفلوس تدخل في الموارد الرئيسيه الصحيحه ليها في البنك المركزي او في الاماكن اللي صرح بها وزير العدل عمر بن مروان والساده مجموعه اللي معاه في مجلس الوزراء. نعم. البيع الغير قانوني حاليا في السوق العقارية، في عمليات بيع غير قانونية بيقوم بها أفراد، هل هي أفراد أم أيضا شركات؟ والله مش هنقدر نحصر هل اللي بيعمل دوت هم شركات ولا أفراد. نقدر نقول إن أي حد ممكن يكون شغال بشكل غير قانوني هو بيضر بالدولة، ونقدر نقول إن الإجراء اللي اتاخد دوت هو إجراء صحيح. يعني لو كان اللي بيعمل دوت سواء كان اللي بيعمله أفراد فهو طبعا بيضر بالدولة أو كان شركات، في الحالتين الإجراء اللي اتخذته الحكومة هو إجراء صحيح 100%. احنا بنحييهم طبعا عليه، لأن هو هيبدأ يخلي كل مورد من المفترض ان هو يكون شغال بشكل سليم يحصل دوت. يعني لو قلنا ان هو اشخاص ومش شركات ده مش هيفرق معانا، ولو قلنا ان هم شركات ومش اشخاص برضه مش هيفرق معانا. اللي يفرق معانا القانون نفسه. يمكن انا في احد البرامج اللي كنت لكن هو القانون مش بيمنع بيع الشقق او العقارات للاجانب يعني. لا طبعا احنا بنشجع دوت، احنا حابين ان هو يشجع دوت. احنا اصلا طالبنا بان ده يبقى موجود، طالبنا بان يبقى في قوانين تشريعيه تشجع الاستثمارات زي ما حاصل في الامارات، زي ما حاصل في تركيا، ان احنا نقدر الجنسيه تتنقل نتيجه شراء بعض العقارات بارقام معينه، وبنتيجه نقل راس المال او مبلغ الشراء من بره ودخوله في المورد الصحيح اللي المفروض يدخل فيه. هو الاعتراض بس اذا كان البيع بالعمله الصعبه فيجب البائع ان هو يودعها في البنك، يعني هي دي نقطه كلام مظبوط. ما يبقاش في حد في ايده اموال بالدولار او الكلام دوت غير الاماكن اللي المفروض تبقى موجوده فيها. اكيد طبعا. انا بشكر حضرتك جدا خبير التنميه العقاريه استاذ مجدي منصور، شكرا لحضرتك.